السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا النهاردة كده نعمل مكرونة بالبشاميل بطريقتي بقى كده في البيت. عايزة اقول لكم حاجة كده تحفة بجد. الناس بس اللي بحبها اللي بحب اعمل لها المكرونة بالبشاميل من ايدي بجد بتعجبهم جدا جدا وبيطلبوها مني دايما. هقول لكم كمان ازاي تظبطوا كده البشاميل يطلع القوام بتاعه مظبوط وكريمي من غير بقى كريمه ولا اي حاجات مكلفه. الوصفه كلها على بعضها اصلا تعتبر اقتصاديه لاننا هنستخدم كميه قليله جدا جدا من اللحمه المفرومه. وهقول لكم ازاي نضاعف كده كميتها وازاي كده تدينا طعم وتست عالي جدا جدا وكمان القوام المظبوط بتاع البشاميل. فتابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هسلق المكرونه. جبت كده حله فيها ميه بتغلي على النار وهحط فيها كده حوالي معلقه كبيره من الملح وهسلق نص كيلو من المكرونه. تمام، الكميه اللي انا هعملها نص كيلو. تقدروا بقى تضاعفوا الكميات لو هتعملوا صينيه كبيره او هتعملوا صينيتين. تمام، حطيت بقى كده نص كيلو من المكرونه. المكرونه دي سايبه عاديه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هي ما بقتش تفرق كتير عن المكرونه المغلفه. تمام، بس شوفوا عطار يكون موثوق فيه. تمام، ولو هي من النوع اللي بتطلع نشا كتير ما تسيبوهاش كتير على النار، يا دوبك غلوه والتانية وبتدفعوا عليها على طول. انا بسيبها في المكرونه بالبشاميل بسيبها 3/4 سوا بس وبعد كده بطفي عليها، يعني بيكون فيها تكه كده، بتكون قربت تستوي بس لسه فيها كده تكه بسيطه. بصفيها من الميه وبغسلها. ده في حالة ان انا جايبة مكرونة يعني من نوع مش معروف، فلازم اغسلها عشان ما تلزقش في بعضها وتكون سهلة معايا وكمان اتخلص من كمية النشا الزيادة اللي موجودة فيها. تمام، بعد كده هنحضر بقى العصاج مع بعض وهنحضره بكمية قليلة قوي قوي من اللحمة المفرومة، حوالي 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو. تمام، انا فرمت كده كمية كويسة من البصل في الكبة ونزلتهم كده على طاسة فيها مادة دهنية، زيت على سمنة، وبدأت كده اشوحهم مع بعض. وبعد كده فرمت كمية كده حوالي قرنين من الفلفل الاحمر، قرنين كبار من الفلفل الاحمر. تمام، طبعا تقدري تستغني عنه بس هو بيدي تيست حلو جدا وكمان بيزود الكمية وكمان مش بتحسي بطعم غريب خالص في العصاج. تمام، بعد كده حطيت رشة كده من الفلفل الاسود ورشة كده من الكزبرة الناشفة، ودي بتدي ريحة حلوة قوي للبصل وهو بيتشوح. تمام، بضيفهم بعد ما البصل يتشوح معايا شوية هو والفلفل. بعد كده بحط معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم. بعد كده بننزل باللحمة، دي قطعة صغيرة زي ما بقول لكم حوالي 200 جرام من اللحمة بس هتشوفوا معايا كمية العصاج هتكون حلوة جدا في الاخر لاننا هنزودها حاجات. اهم حاجة اي حاجة هتزوديها على العصاج تكون مضروبة معاكي في الكبة او مبشورة بالمبشرة عشان ما تبانش معاكي وما تحسيش باي فرق في الطعم. بعد كده ضفت حوالي طماطميتين كده كبار مفرومين. تمام، برضو في الكبة. وحطيت مكعب مرق بس انا مش بستخدمها حاليا عشان المقاطعة. هي كان عندي مكعبين كده فاستخدمتهم. تمام، كانوا موجودين عندي من قبل كده يعني من زمان. حطيت بقى التوابل اللي انا بحبها: ملح، فلفل اسود، كمون وكزبرة وشوية من السبع بهارات وشوية من البابريكا وشوية من القرفة وشوية من الجنزبيل. تمام، دي كده التوابل اللي انا بحبها. طبعا تقدروا تحطوا ملح وفلفل اسود بس تقدروا تحطوا التوابل اللي انتوا حابينها. انا قلت لكم التوابل اللي انا بحبها لازم قرفه وجنزبيل وبابريكا وملح وفلفل وسبع بهارات. تمام، هقلبهم بقى كده كويس مع بعض. وطبعا لازم احط رشه كده من السكر عشان الطماطم اللي احنا حاطينها. تمام، وعايزه اقول لكم ان الطماطم في العصاج بتديه طعم حلو قوي، بتسكره جدا وبتديه طعم حلو جدا مع المكرونه. فلما كنتوش بتحطوها جربوها بجد هتعجبكم جدا. قلبت كده كل المكونات دي كده مع بعض، وكده لو في اي تكتلات من اللحمه ولا حاجه بفرفتها كده بالمعلقه. دلوقتي بقى حبيت اضيف كده شويه من بهارات السجق. دي بهارات السجق اللي انا عملتها معاكم في فيديو السجق الشرقي، هسيبه لكم في اول تعليق لو حابين تشوفوه. بجد فيديو حلو قوي، هيعجبكم جدا لو شفتوه. تمام، كنت عامله فيه بهارات السجق وكنا عاملين فيه السجق الشرقي في البيت من غير هانكو اللي هو الممبار الضاني. تمام، بعد كده خلاص ركنتها كده على جنب وبدات كده احضر البشاميل. البشاميل اللي بيتحضر اخر حاجه قبل ما نطبق الصينيه على طول. تمام، لازم يكون سخن معاكي عشان يبقى القوام بتاعه مظبوط، وهقول لكم تظبطوا القوام ازاي. انا حطيت 5 معالق من السمنه. السمنه دي ده برطمان بيكون حاطه فيه سمنه على زيت. تمام،
حطيت منه 5 معالق، تقدري تستخدمي سمنة بس زي ما انت حابة، وحطيت عليهم 5 معالق من الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، 5 معالق من الاكل العادية. تمام، بس تكون المعلقة مليانة شوية. وهبدأ اقلبهم كده مع السمنة الاول، وطبعا النار بتكون هادية في الوقت ده عشان الدقيق ما يتحرقش معاكي، يعني النار بتكون هادية تحت الحل. تمام. لو لقيتوا القوام بتاعها تقيل زي ما انتوا شايفين كده، بزود لها معلقة كمان من السمنة او الزيت عشان القوام بتاعها كده يبقى سهل كده انك تقلبيه وياخد كله التحميصة كده بتاعت الدقيق. تمام، يعني بمجرد ما بيشم النار كده حاجة بسيطة وتحسي ان هو خلاص كده اخد تشويحة خفيفة، ببدأ بقى انزل عليه بالحليب. المقدار ده من الدقيق والسمنة بياخد حوالي 5 كوبايات من الحليب، ولكن لو عاوزين الوصفة تبقى اقتصادية اكتر حاجة فممكن تقسموا نص الكمية حليب ونص الكمية مية، او تلتين وتلت زي ما انتوا حابين. انا حطيت حوالي 4 كوبايات من الحليب وعليها كوباية من مية بتاعت سلق المكرونة، شلتها منها قبل ما اصفيها. تمام. لو انتوا رميتوا المية او مش حابين تستخدموا مية سلق المكرونة، بتستخدموا كوباية مثلا من شوربة فراخ او لحمة تكون موجودة عندك. تمام. بقلبهم كده كويس باستمرار. اهم حاجة من اول ما نضيف الحليب ما بنسيبهاش خالص، لازم نفضل نقلب باستمرار عشان ما تكتلش معاكي ولا تعمل كده اي كلاكيع. وحطيت برضو مكعب مرق، ده التاني اللي كان موجود عندي، انا لقيته بالصدفة كده، العطار حطيتهم لي مع الحاجة، لكن انا ما كنتش شاريهم يعني. تمام، انا ما بقيتش استخدمها خالص الفترة دي. تمام. حطيت بقى ملح وفلفل اسود، وتقدروا تحطوا رشة من جوز الطيب لو بتستخدموها. هقلب كده في اتجاه واحد وافضل اقلب كده لحد ما يتقل معايا ويبقى القوام بتاعه عامل زي المهلبية. اللي بيظبط بقى معاكي البشاميل ويخليه القوام بتاعه كريمي اكتر، انك تحطي له اي نوع جبنة عندك، سواء جبنة كريمي او جبنة مثلثات او جبنة موتزاريلا كمان، بتسيح كده مع البشاميل وبتديكي قوام حلو جدا جدا. عاوزاها اقتصادية بتستخدميها زي ما هي كده، بتبقى برضو حلوة قوي. تقدري كمان تضيفي عليها معلقتين كده من القشطة، برضو هيديكي قوام ممتاز جدا وهتكون بديل للكريمة اللباني. تمام. بعد كده هنجيب بقى المكرونة ونحط عليها كده شوية من البشاميل، وهبدأ اقلب البشاميل كده مع المكرونة. لازم كده المكرونة تاخد كده شوية من البشاميل عشان تاخد طعم حلو. وساعات كمان بقلب معاها العصاق، يعني بقلب العصاق مع المكرونة، مش بعملها طبقات، وبيكون طعمها في منتهى الجمال. لكن المرة دي حبيت اعمل الطريقة التقليدية العادية، وحطيت كده شوية من البشاميل مع المكرونة وقلبتهم كويس جدا. بعد كده جبت الصينية وبحط كده شوية من البشاميل في قاع الصينية، من غير بقى ما بدهن الصينية زيت ولا حاجة. تمام، خصوصا لو بايركس مش بيلزق فيها، لكن لو هتستخدمي ألمونيا ممكن تدهني الصينية بالزيت الاول، وبعد كده تحطي شوية من البشاميل، وبعد كده بنحط نص كمية المكرونة اللي سلقناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحاول كده اسويها على قد ما اقدر عشان لو حابين نقطعها في الاخر تدينا قطع متساوية. بعد كده حطيت العصاق، شايفين لونه حلو قوي قوي وطعمه بجد في منتهى الجمال. جربوه بنفس الطريقة دي بالظبط، هيديكوا طعم حلو قوي. ببدأ كده افرده على المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، افرده كويس جدا بحيث ان كل المكرونة تبقى واخدة من العصاق ده بالتساوي. تمام، بفرده كده بالمعلقة، وبعد كده بنضيف بقى النص التاني من المكرونة. هضيف بقى بقية كمية المكرونة بالشكل ده كده، ولازم بعد ما نضيفها نساوي الوش بتاعها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. لازم اساوي الوش بتاعها عشان الناس اللي بتشتكي ان البشاميل بينشف منها، ده بسبب انك مش بتكوني مساوية الوش بتاعها، يا اما البشاميل خفيف قوي فاول ما بنضيفه كده على الصينية بتشربه. تمام، وبينزل لتحت وما بيثبتش كده معاكي على وش الصينية، فبالتالي بتنشف الوش بتاعها معاكي. تمام. ببدأ بقى احط البشاميل على الوش ده كده، القوام المظبوط بتاعه بنفضل نقلبه لحد ما يوصل للقوام ده. القوام لازم يكون متوسط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، عشان يطلع معاكي كده المكرونة جوسي وطعمها حلو، وكمان في نفس الوقت يثبت معاكي على وش المكرونة. تمام، لو خفيف قوي هيسقط لتحت والوش بتاعها هينشف. بعد كده بساوي الوش بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة. طبعا في المرحلة دي في ناس بتحط بيض، في ناس بتحط جبنة، يعني حطوا اللي انتوا عايزين. ممكن تحطوا ميكس جبن كده برضو بتكون حلوة، بس بصراحة انا بحب احط بقى حاجة تانية خالص هتشوفوها معايا دلوقتي. الاول بسوي كده وش الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسويها كده كويس جدا عشان الوش بتاعي يبقى متساوي. وبجيب كده حوالي 3 معالق كبار من القشطة. لو مش متوفر قشطة مثلا من اللبان، بيبقى وش القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن. تمام، وبرجهم كده بالشوكة كده الاول عشان يبقوا سهل معايا في الفرد.
وبعد كده بحطهم على وش الصينيه وبفردهم كده بالسباتيولا، بيتفردوا معايا بسهوله لان هما بيسيحوا من حراره البشاميل. عايزه اقول لكم بيدوا البشاميل طعم حلو قوي قوي وغناوه كده وطعم لذيذ جدا جدا، ومش هتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا مكرونه بشاميل في مطعم مش مكرونه بشاميل في البيت. جربوها تعجبكم قوي. طبعا المكرونه بتدخل على فرن سخن جدا، بنكون مسخنين الفرن كويس جدا من تحت ومن فوق، وبندخلها على الشبكه كده في النص لحد ما تاخد كده لون حلو، وبعدين بنخرجها نسيبها تبرد، وبعدين نقدمها بالهنا والشفا. بتلاقوا الوش بتاعها طري وحلو جدا. لازم تسيبوها كده تهدى شويه، وبعد كده بنقدمها بألف هنا وشفا، بتكون جوسي وطريه وحلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم حاجه مهمه، انكم ما تسيبوهاش في الفرن فتره طويله، لانكم لو سبتوها في الفرن فتره طويله او على نار هاديه هتنشف برضو معاكم. فالافضل انك تعلي الفرن على اعلى درجه حراره من الشوايه ومن تحت، وتحطيها في الرف اللي في النص وتسيبيها تتحمر معاكي بسرعه. اول ما تتحمر تطلعيها على طول، ما تسيبهاش تقعد فتره طويله عشان ما تنشفش وتتحرق معاكي من تحت، ولا الوش بتاعها من فوق ينشف. لكن عايزينها تبقى طريه وحلوه كده. عايزه اقول لكم جربوها بنفس الطريقه وبنفس المقادير، بجد هتعجبكم جدا جدا. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه حبايب قلبي.